طب دلوقتي المرتب ما بيكفيش اسبوعين، انا هعمل ايه دلوقتي؟ الراجل دلوقتي هيخبط عليا عايز الايجار، وبتاع النور هيجي والميه والكهرباء. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، انا اطلقها واخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة هنعمل لوبيا. حطينا الزيت وادي اللوبيا بتاعتنا، هنشوحها عشان ما تشربش الصلصة بتاعتنا. تمام يا شباب؟ وننزل بقى ايه بالمكون السري بتاعنا اهو، بطاطسايه وجزرايه يتشوحوا بالمره. شايفين الحلاوه؟ شايفين الطعامه؟ انا حاسس ان الطاسه بتزغرط يا ولاد. انا بهدي الطبخه ديت اللي عزيزه على قلبي قوي، الحاجه ام احمد، قناه الحاجه ام احمد، ربنا يكرمها يا رب. وطبعا نانو كمان، وفيفي احمد، وسلفانا، اوعى ننسى سلفانا، واكلات ام عمار، وام ادهم، ناس كتير قوي بحبهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. احلى اخوات واحلى اصحاب. الرابط اهي، اديناها نص تشويحه كده بحيث ما تشربش الصلصه بتاعتنا. ايه رايكم؟ سمعوني رأيكم في الكومنتات. خلاص هننزل بيها من على النار ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بالحله العجيبه بتاعتنا اهي، فيها معلقه زيت على النار وفص توم صغير كده ياخد التشويحه. يا دوبك ايه اهو ابتدى يعني يشمع معايا، مش عايز اكتر من كده اهو عشان ما يمررش، بس مع الريحه ظهرت اهي. وننزل بالطماطم بتاعتنا ونسيبها تتسبك زي ما انتم شايفين. قامت اهي. حط معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسمر، مكعبين مرق الدجاج، واقلب عشان تاخد غلوتها. ومعايا حفنه ملح حطنا كمان، ونقلب. زي ما انتم شايفين بقى، احط بقى معلقه سكر عشان الحموضه. تمام. وابتدي انزل بقى ايه باللوبيا بتاعتي والبصل او الجزر والطماطم او البطاطس. يا سلام يا سلام، جزر وبطاطس زي ما انتم شايفين ولوبيا متشوحين وهم النم يا جمل. شايفين الحلاوه؟ انا حاسس انها بتزغرط في الحله. حد سمع الزغروطه بتاعتها؟ طب ما تسمعوني زغروطه يا جدعان. ايه رايكم؟ نسيبها ربع ساعه على النار.
اوعوا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك. كان معاكم مطبخ سيد افندي المفلس دائما والمسكين. لايك وشير. كل سنة وانتم طيبين.